قصة كده أو حاجة، هي وجهة نظر من غير ما أزعل أي حد. أنتوا عارفين أنا بالنسبة لي ستات مصر دولت يعني أمي، جدتي، خالتي، عمتي، بنتي، أختي، زوجتي، كل حاجة بالنسبة لي. وببقى فخور وسعيد لما يتقال شريف مدكور هو مذيع ستات مصر، وبالنسبة لي ده تاج على راسي. بس أنا عايز أقول حاجة، الموضوع اللي أنا هتكلم فيه خاص بالمحجبات. موضوع حساس، مش عارف ليه هو حساس. لما بنتكلم فيه في بعض الناس بتفهمه يا اما غلط يا اما ممنوع، تابو، ما حدش يتكلم فيه. لا، انا هتكلم فيه دلوقتي. انا عندي في البرنامج عامل دريس كود. يعني ايه دريس كود؟ يعني اي واحده محجبه هتخش عندي تطلع تصور لازم تكون لابسه ما لا يصف ولا يشف. لان انا بعرض برنامج وشاشه وبوري صورة لمصر والمصريين. فابتديت ألاحظ، وده بلاحظه في الشارع من زمان، إن بيجيلي ناس ضيوف محجبات لابسين طرحة أو تيربان أو مغطين راسهم ولابسين بادي وهم ممتلئات شوية، وكل جسمهم متفسر بادي بادي. خلاص، والبادي اسمه بادي على إنه جسم، فبيجسم الجسم، وبنطلون ضيق جدا وجزمه بكعب قد كده وفول ميك اب ورموش قد كده. فانا بالنسبه لي طبعا كل واحد حر في لبسه، انا عمري ما هتدخل في حد، بس انا بالنسبه لي ده مش هيطلع على الشاشه. خلاص، فحطيت مع رولز كده ودريس كود للمعروف ان اي سيده محجبه هتظهر عندي في البرنامج لازم تكون لابسه فضفاض، لابسه مش الوان صاخبه. ما ينفعش لو هتلبس بنطلون يبقى واسع، وبقول لهم بنطلون واسع بقى فيقولوا لي ايه ببنطلون ضيق. اقول لهم بس ده حضرتك مبين كل حاجه. تقول لي لا لا ده واسع اهو. واسع ايه يا استاذه؟ بنطلون واسع يعني لما من بعيد ابقى مش شايف رجليكي من بعض اكنه جيب. خلاص، مش قادرين يستوعبوا ده. طب حضرتك، وابتدوا يزعلوا يعني لانهم بيبعتوا لنا حاجات وبعدين يجوا بحاجه تانية. فابتديت اقول لها لا مش هطلعي معايا كده، مش هينفع تطلعي بالمنظر ده. الرد بيكون إيه؟ ما انت بتطلع ناس لابسين عريان، هم مش محجبات. هي اللي اختارت تكون محجبه هي شايفه ان ده فرض وليه شكل زي معين، اللي هو ما انا بالنسبه لي ما لا يصف ولا يشف. مش ما سوري، صدرها مش المفروض يبقى باين، اسف في اللفظ، في خدها الهانش مش المفروض يبقى متفسر. ده اللي انا فاهمه واللي انا شايفه. ان كمان المحجبه هي شايفه انها بتتنازل شويه عن جمالها وما تبقاش ملفته للنظر. صح ولا انا غلطان؟ انا عايز حد يفهمني. فازاي حضرتك بتتحجبي وشايفه ان ده فرض والمفروض تكوني مش ملفته للنظر وانتي لابسه مكسم كومبليتلي؟ انا ساعات بشوف محجبات وساعات بيجولي في البرنامج لابسين حاجات مجسمه اكتر، في مش محجبات ما بيلبسوهاش. خلاص، فطبعا ابتدى يحصل مشاكل، ابتدى الضيوف تتخانق معانا ويزعلوا. بس مش هتطلعوا، يعني هو هتطلعوا عندي يبقى لازم تبقوا لابسين ما لا يصف ولا يشف لو انتوا محجبات. المصيبه بقى من شهر كان معايا مدرسه ولا سنتر مش فاكر بيعملوا شوهات باليه ومودرن دانسينج. الشوهات تجنن. لقيت 4 بنات هيعملوا شو مودرن دانسينج، فيهم 3 بنات محجبات وبنت مش محجبه. لابسين ايه بقى حضراتكم؟ بنطلون ستريتش، اللي هو ستريتش خالص ده، والبادي جواه وعليه بتاع شيفون كده مقطعه مقطعه مقطعه، والبنت بتنزل على الارض في الرقصه تعمل قبه. انتوا عارفين القبه دي اللي هي جسمها كده وحاجات طالعه. فانا عملت ستوب، قلت لهم ايه ده؟ انتوا هتطلعوا انتوا محجبات؟ قالوا لي اه. قلت لهم انتوا ازاي هتطلعوا كده؟ قالوا لي إيه؟ فالمدربه بتاعتهم بتقول لي ايه؟ هم عشان اتحجبوا ما ينفعش يرقصوا باليه او يعملوا مودرن دانس. قلت لها اه عشان هيتحجبوا ما ينفعش يرقصوا. الباليه ليه لبس معين لا يناسب المحجبه، والمودرن دانسينج ليه لبس وحركات لا تناسب المحجبه. ما ينفعش.
قلت لها اللي اختارت البنات عندهم 14 سنه اللي هم اختاروا يتحجبوا، يبقى هم لازم يبقوا فاهمين ان في حاجات في الحياه مش هيعملوها، هيتنازلوا عنها عشان المفروض ياخدوا ثواب، عشان هم تنازلوا عن هذه الاشياء. طبعا انا بتكلم وهي بتبص لي مش مقتنعه باللي انا بقوله، والبنات عيطوا، واضطريت بقى عشان اراضيهم اعمل الشو واخلي كل الكاميرات في اللونج، لان انا والبنات بتعمل اوبا، انا بقيت ابص الناحيه الثانيه بغض البصر، كل حاجه باينه. مش ممكن، مش ممكن. يا رب ما يشوفوش الفيديو ده عشان ما يزعلوش. ساعات برضو من اسبوع بقول واحده برضو جات لي الاستوديو، فاقول لها انت محجبه ليه؟ يعني انت حضرتك لابسه فيري تايت ومطلعه نص شعرك بره بومبي ولابسه كده. قالت لي عشان فرض. قلت لها هو ده الفرض بالمنظر ده؟ قالت لي اه. قلت لها لا يعني، قالت لي اه، وبعدين راحت مكمله ايه، مش احسن من ما فيش؟ قلت لها اللي هو ايه يعني، انت عامله نص الفرض؟ يعني انت ممكن مثلا نصلي الظهر بدل ما نصلي 4 ركعات، ما هو فرض، ها، هنصلي ركعتين ونقول ما هو صلينا ركعتين احسن من ما فيش؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. وبعدين مفيش حاجه اسمها ايه، لا ما انا متحجبه علشان ما امشيش في الشارع ما حدش يعاكسني. ما هو المنقبات اصلا اللي مش باين منهم اي حاجه مع احترامنا للكل بيتعاكسوا وبيتحرشوا بيهم. فالمحجبه هتتعكسي، المنقبه هتتعكسي، مش محجبه هتتعكسي، عشان عندنا ناس ما عندهاش اخلاق. فانا مش عايز حد يزعل من الكلام اللي انا قلته ده، بس يعني انا قلت كمان اقول واسبق قبل ما حد من اللي جم عندي البرنامج يطلع يقول ده ما طلعناش او تعامل معانا بالاسلوب الفلاني او قال لنا ازاي هو. فقلت انا اسبق بقى ايه، ولقينا بقت تحصل دلوقتي اسبوعيا، كل اسبوع تقريبا عندي مشكله. وابتديت اقول لي بقى المعدين طب الضيفه محجبه تبعت لي صوره هي هتلبس ايه، عايز اشوف اللبس. فهعمل ايه؟ ما هو انا على الشاشه مش هطلع صوره بلدي او صوره ديني حد يقول ايه ده، يعني ده مش هعمله. فلو سمحتوا اي ضيوف هيجوا عندي محجبات يلتزموا بالزي اللي بنقول عليه اللي هو ما لا يصف ولا يشف، لازم يكون فضفاض. ما ينفعش يعني انا برضو بشوف ساعات في افراح مثلا ام العريس محجبه وكبيره في السن ولابسه الطرحه ولابسه فستان والدراعات بتاعته تل او دانتيل. طب ما هو يا طنط كلك باينه يا حبيبتي، والدانتيل هنا ازاي؟ ما هو يا اما هتتحجبوا فتقولوا هو فرض فهتلتزموا بيه ونبقى ماشيين صح، يا اما هتقولوا احنا بنحتشم بس ما تقوليش ان هو فرض ماشي، او هو فضيله بس لا. اللي هتقول فرض لازم تكون ملتزمه ان الميك اب يكون تقريبا ناتشرال او مش باين انها عامله ميك اب او بسيط جدا. وخليني اقول كمان حاجه لبعض، مش كل عشان محدش يزعل مني، في بعض المذيعات والاعلاميات المحجبات اللي بيطلعوا على الشاشه بيبقوا حاطين ميك اب كتير قوي، رموش تقيله كتيره قوي قوي قوي، حاجات ساعات بتبقى فيري تايت. ما انتوا برضو يا جماعه واجهه والناس بتقلدكم. بس اتمنى الرساله تكون وصلت. انا نيتي الحفاظ على الشكل، زي ما مثلا ما يقع مع كامل احترامي البوركيني اللي انا مش مقتنع بيه. ما حضرتك ما هو ملزق برضو على الرجلين وعلى الصدر وبتنزلي الميه وتطلعي من الميه كله ملزق فكل حاجه باينه. ما هو ما ينفعش، ما ينفعش. يا اما نتحجب ويبقى في التزام وفي بعض الاشياء وملذات الحياه هنستغنى عنها علشان ربنا. احنا هو ما بتقولي ان هو فرض، طب انت فرض عشان مين؟ عشان المجتمع ولا علشان جوزك ولا علشان شعرك مش حلو مش عايزه تعمليه ولا علشان ربنا؟ انت لو عشان ربنا بقى لازم هتتنازلي عن حاجات كتيره مش هتعمليها عشان تاخدي ثواب. لكن هنتدلع في النص، ما تقوليش بقى ان هو فرض. ساعتها قولي بقى هو فضيله او كذا. فرض يبقى فيه التزام، ما يبقاش فيه شكل استفزازي، ومحدش يقول لي ايه وانت مالك وانت حر، ما انت كمان بتلبس كذا انا بلبس كذا انا ما بروحش اقول انا رجل دين، ما بقولش كده خلاص. وكل اللي انا قلته ده ما قلتش كلمه حلال وحرام اصلا، لان انا برضو مش مهيأ ان انا اقول حلال وحرام، ماليش دعوه.
انا يعني الحلال والحرام بالنسبه لي حاجات اللي بقرا وبقتنع ايه حلال وايه حرام. اوكي، عشان برضو ايه يبقى الكلام منضبط في كل حاجه. ف بس كده. ومش معقوله تبقي محجبه، البنات محجبين ويروحوا برضو ياخدوا دروس باليه ويلعبوا باليه، عايزين يطلعوا ويعملوا كده وتفتح حوض، يا نهار اسود. قعدنا منتجنا المخرجين عندي اتهلكوا عشان ما نطلع، لان مش ممكن نطلع المنظر يطلع كده، ما يصحش ما يصحش. ليلتكم حلوه. اسف دوشتكم بفيديو طويل 11 دقيقه. باي باي.